طلاب جونيور 5 بإذن الله تعالى إن شاء الله هناخد lesson 1 اللي هو finding like denominator using LCM. بس لازم تروح تذاكر الليسون اللي قبله اللي هو بري ستادي، اللي هو ايه، دراسة قبلية، انك انت ايه يعني يعتبر ايه مدخل كده لشغلك النهارده. فانت لو مذاكرتش الدرس اللي فات ذاكره عشان يعتبر ريفيجن على القديم. قبل ما نشتغل بس finding like denominator using LCM لازم اول حاجة نفهم يعني ايه LCM lowest common multiple. ما معنى LCM؟ اختصار لكلمة least او lowest common multiple، يعني المضاعف المشترك الأصغر. يعني مضاعف مشترك أصغر. أول حاجة نفتكر كده المالتيبلز، المضاعفات. يعني لو جيت قلت لك هات لي جيت مالتيبلز اوف 2، مضاعفات لاتنين. مضاعفات يعني ايه؟ كأنك بتسرد التايم تيبل اوف 2. فانت تبدأ تقولي ده 0 أول حاجة، بعد كده 2، بعد كده 4 6 8 and so on. اتس 0 قد 2 كام مرة؟ قدها 0 تايمز، قدها 0 من المرات. ال 2 قدها كام مرة؟ 1 تايمز، قدها مرة. ال 4 قدها مرتين. ال 6 equals 3 times 2، قدها 3 مرات. ال 8 equal 4 times 2. عشان كده سميناها multiples، لأن هما بيساووا many numbers of 2، بيساووا عدد من الاتنينات. يعني دي فيها 4 twos، دي فيها 2 twos، 2 من ال 2، ودي فيها 3 2، ودي فيها 4 2. فعشان كده سميناهم multiples، مضاعفات. ودي فيها 2 واحدة بس، ودي فيها 0 من ال 2. عشان كده سميناهم multiples، مضاعفات. وجينا هنا عملنا مثلا 3، عايز المالتيبلز اوف 3، هقول لك 0 3 6 9 12 and so on. فلو انا جيت قلت لك هات لي الكومن مالتيبلز او المضاعفات المشتركه كلها بقى، هتقول لي الزيرو اول حاجه، لان احنا عارفين ان الزيرو كومن مالتيبل اوف اول نمبر، مضاعف مشترك لكل الاعداد. فلو بتجيب اني تو نمبرز، جبت اي عددين، اي مجموعه من الاعداد، هتلاقي الكومن مالتيبل او المضاعف مشترك بينهم الزيرو، لانه مالتيبل اوف اول نمبرز، مضاعف لكل الاعداد. عايز بقى كومن مالتيبل، اول واحد اشترك ما بينهم هي 6 زي ما انت شايف، موجوده هنا وهنا. 6 كومن مالتيبل اسمه مضاعف مشترك، موجود في الاثنين، يعني موجود في نفس الوقت، مشترك بينهم الاثنين. فالليست كومن مالتيبل او ال سي ام هو اول مالتيبل بعد الزيرو اللي هو 6. يبقى ال سي ام بتاعهم اقول له ال سي ام لوست كومن مالتيبل او اصغر مضاعف هم اشتركوا فيه مع بعض هي 6. لو كملت هنا فوق مثلا 8 10 12، هتبدا تلاقي هنا 12 بعد كده هيشتركوا في ال 12. ال سي ام بقى اسمه ليست كومن مالتيبل، يعني المضاعف المشترك الاصغر. معناها يقصد بيها اللي هو ذا ليست مالتيبل افتر الزيرو، اصغر مضاعف. ليست كومن مالتيبل افتر زيرو يعني اصغر مضاعف اشتركوا فيه بعد الايه، بعد الصفر. يعني هو اصغر مضاعف اشتركوا فيه بعد الزيرو. ده معناه ليست كومن، ده تفسير العنوان ليست كومن مالتيبلز او ال سي ام، عشان تبقى فاهم معنى الايه، الشيء اللي انت شغال عليه، ما تبقاش مجرد شخص بيبصمج خطوات وخلاص. تعال بقى نبدا نشوف الطرق اللي احنا بنجيب بيها ال سي ام. دي كده اول طريقه اللي احنا اشتغلناها، ان انا احط المالتيبلز واجيب الكومن مالتيبلز المضاعفات المشتركه، واخد اول كومن مالتيبل او اول مضاعف مشترك بعد الزيرو. دي الطريقه اللي انتوا بتحبوها، طريقه التري، الشجره. يعني مثلا عندك 8 مثلا هنا و10، انت بتفاكتورايز، بتحلل ده وده. يا ريت هتقولي دي 4 تايمز 2، وال4 هتفكها 2 باي 2، شغل الترم الاول. ال10 هنا 2 تايمز 5، دول برايم نمبر ما لهمش ان انا افكهم تاني. طب تاخد البرايم فاكتورز بس، العوامل الاوليه، الفاكتورز بتوع ال8 اهي، ادي 2 تايمز 2 تايمز 2. تاخد البرايم الاعداد الاوليه بس، اللي هم 2 3 5 7 11، اللي هو البرايم نمبر يعني النمبر اللي ليه 2 فاكتورز عاملين بس. لو جيت كده تجيب الفاكتورز بتاعت ال2 عن طريق تشارت، هتلاقيها 1 تايمز 2 ملهاش تاني فاكتورز، فعشان كده سميناها برايم نمبرز، عشان كده سميناها برايم نمبر. وكذلك كل دول ليهم 2 فاكتورز عاملين بس، فكده عشان كده دول اسمهم برايم نمبرز. فلما باجي اعمل فاكتورايز، برايم فاكتورايزيشن، تحليل العوامل الاوليه، اخد البرايم نمبرز بس اللي هي 2 2 2، يبقى له 2 تايمز 2 تايمز 2. طب وال10 ال 2 ال 5 دول برايم، يبقى هم دول 2 تايمز 5. بجيب ال سي ام ازاي؟ اخد الكومن المشترك انزله مره واحده بس، يبقى 2 2 هروح منزل 2. مفيش حاجه كومن او مشتركه فوق وتحت هنا تاني، تبقى تنزل الباقي ده كله زي ما هو كده. يبقى تايمز 2 تايمز 2 تايمز 5، يبقى اعمل 2 تايمز 2 تايمز 2، يبقى 2 تايمز 2 4، يبقى كده دي 4 تايمز، و2 تايمز 5 دي ب 10، كده بقت 4 تايمز 10 يعني 40. يعني ال سي ام او الليست كومن مالتيبل او المضاعف المشترك الاصغر بينهم الاثنين هو ال 40 40. يبقى اصغر مضاعف او مالتيبل اشتركوا فيه الاثنين ال 4 وال10 هي مين؟ هي ال 40 ال 40. فكده ال سي ام بتاع ال 10 وال 8 هيبقى ايكوال 40. او تشتغل بطريقه الكومن مالتيبلز اللي علمتك بيها، تروح حاطط ال 8 كده
تقول لي 0 8 16 وتعمل تزود 8 كل شويه. بعد كده 16 زود 8 يبقى 24 كمان 8 32 كمان 8 40 كمان 8 48 and so on. وال 10 هتقول لي 0 10 20 30 40. بص كده الزيرو اول كمان مالتيبل او مضاعف مشترك لانه مشترك في الكل، بعد كده هتلاقي ال 40 وراه يبقى ال LCM على طول ب 40. فدي برضو طريقة تانية تجيب بيها ال LCM بسرعة. بعد كده ناخد ال LCM بقى ايه السبيشال كيس، الحالات الخاصة اللي فيها عشان تساعدنا في شغلنا بسرعة بدل ما اقعد ايه ابذل وقت ومجهود في ان انا اجيب ال LCM. ممكن في حاجات مختصرة تجيب ال LCM على طول. سبيشال كيسز حالات خاصة of LCM، حالات خاصة لل LCM. اول حالة لو جالك 2 برايم نمبر، يعني لو جاب لك 2 برايم نمبرز عددين اوليين، 2 برايم نمبرز عددين اوليين، عارف لو جالك 2 برايم نمبرز ال LCM بتاعهم اعملهم تايمز زير برودكت حاصل ضربه. طب ازاي على برايم نمبر زي مثلا 2 مثلا و5، عايز ال LCM of 2 and 5 مش محتاج على طول، ده برايم نمبر وده برايم نمبر يبقى ال LCM بتاعهم اعملهم تايمز 2 تايمز 5 يبقى ال LCM بتاعهم 10. يبقى لو عندك 2 برايم نمبرز عددين اولين بدل ما تقعد بقى تعمل تري وتوجع دماغك يبقى ال LCM بتاعهم اعملهم تايمز مباشرة 2 تايمز 5 ب 10، او مثلا 5 و7 هتروح تجيب ال LCM بتاعهم هتقول له 5 تايمز 7 تبقى 35 بس. يبقى لو 2 برايم نمبرز، يعني ايه برايم نمبر؟ قلنا اللي هو ليه 2 فاكتورز عاملين بس. لو جيت تفاكتورايز تحلل دي بتشارت ال 5 هتقول لي دي 1 تايمز 5 مفيش تاني، ليها 2 فاكتورز عاملين بس، فكده ال 5 برايم نمبر. كل بقى اللي زي البرايم نمبرز اللي زي ال 5 اللي ليها 2 فاكتورز عايز تجيب ال LCM بتاعهم اعملهم تايمز بس كده. دي حاله خاصه. فانا لو لقيت 2 برايم نمبرز بدل ما اوجع دماغي واعمل تري واعمل مالتيبلز لا على طول يعني اعملهم تايمز مباشره. نكمل السبيشال كيسز اوف LCM. الحاله الثانيه ان انا اعمل ايه؟ يبقى اول حاجه لو جالي كده يبقى الاول كده ايه بسرعه نكتب اول حاجه لو جات لي لو 2 برايم نمبرز عددين اولين زي ما احنا خدنا. في الحاله دي بعمل ال LCM بتاعهم يبقى اعملهم تايمز زير برودكت حاصل ضربهم. خدنا اكزامبل ب 3 تايمز 5 طلعت 15 ده ال LCM بتاعهم. يبقى ال LCM ل 3 و 5 يبقى لو طلب مثلا جاب لي 3 و 5 وطلب ال LCM بتاعهم عملهم تايم. الكيس اللي بعدها الحالة التانية لو جاب لك 2 consecutive numbers. يعني ايه 2 consecutive number؟ يعني عددين متتاليين ورا بعض. consecutive يعني ورا بعض، يعني مثلا لو جاب لك 3 مثلا و 4 او 5 و 6 او 7 و 8 ورا بعضيهم، دول 3 وراها 4 وال 5 وراها 6 وال 7 وراها 8 برضه ال LCM بتاعهم اعملهم تايمز. هقول له 3 تايمز 4 ب 12 في هذه الحالة. هنا اقول له ال LCM بتاعهم 7 تايمز 8 ب 56. يبقى انا لو جاب لي 2 consecutive number عددين ورا بعض بدل ما اوجع دماغي اقعد احسب تري وغيره على طول ال LCM بتاعهم زير برودكت حاصل ضربهم. يبقى لو 2 consecutive number يبقى اقول له ال LCM بتاعهم زير برودكت حاصل ضربهم. الكلام اللي احنا بنعمله ده بيوفر علينا شغل كتير جدا، زائد انه هيستمر معاك لحوالي بتاع مقارب تلتين المنهج، لان تلتين المنهج معتمد على ان انا اخلي الايد دينومينيتور لايك دينومينيتور. يعني شغل الفراكشن كله لازم اخلي الدينومينيتورز بتاعتي لايك دينومينيتور، يعني مقامات متشابهه، فكله هيعتمد على شغل ال LCM. فانت لو ظبطت حصه النهارده تظبط كل ايه غالبيه الترم. طب الحاله الثالثه في السبيشال كيسز لو جاب لي one of them واحد من العددين دول is multiple of the other، واحد مضاعف للتاني، يعني واحد مالتيبل للتاني. يعني مثلا جاب لك 6 و 12، ال 12 مالتيبل لل 6 قد ال 6 مرتين، يبقى على طول اوتوماتيك ال LCM بتاعك يبقى الكبير اللي هي 12. يبقى لو جات لي two numbers one of them is multiple of the other، واحد منهم مضاعف للتاني، يبقى ال LCM الكبير وانت مغمض. قال لي مثلا 10 و 20 يبقى ال LCM الكبير على طول. ال 20 مالتيبل لل 10 مضاعف لل 10 يبقى ال LCM على طول 20 من غير ما توجع دماغك وتحسب وتري وغيره هتوصل مباشرة. قال لي 6 مثلا و 18 ال 18 مالتيبل لل 6 6 تايمز 3 ايكوال 18 ده تايمز 3 اداك ده، يبقى ده مالتيبل لده، يبقى ال LCM على طول ال 18 كبير على طول هو ال LCM طالما هي مالتيبل للايه للصغير. وطالما الجي سي اف يبقى ال 6، يعني لو 6 و 18 قال لك جي سي اف اقول له 6 الصغير،
وال سي ام يبقى 18. يبقى لو جات لي حاله اللي هي لو one of them is a multiple of the other، واحد منهم مضاعف للتاني، الصغير ده يبقى الجي سي اف greatest common factor، والكبير ده هو يبقى ال LCM. يبقى جاب لي 6 و 18. ال 18 مالتيبل ل 6 مضاعف لل 6 قدها 3 مرات، يبقى ال LCM هي ال 18. ما توجعش دماغك بقى ايه في التري وغيره. الحالة الخاصة ودي تعتبر مش عليك بس هنقولها، الحالة الخاصة الأخيرة اللي هي حاجة اسمها 2 relatively prime numbers. يعني ايه 2 relatively prime numbers؟ اسمهم عددين أوليين بالنسبة لبعضهم، يعني بالبلدي كده زير جي سي اف عددين، الجي سي اف بتاعهم يبقى زير جي سي اف، الجي سي اف بتاعهم بيبقى ب1، مفيش عامل مشترك بينهم. زي مثلا اقول لك 7 و9 او 7 9 اهي 7 and 9. عايز اجيب الجي سي اف، عايز اجيب ال LCM بتاعهم. هل ال7 وال9 دول الاتنين مع بعض في كومن فاكتور او عامل مشترك بينهم؟ يعني ديفيزابل يقبلوا على نفس الحاجه؟ مفيش. يبقى ال LCM بتاعهم برضه عاملهم تايمز، اقول له زير برودكت يبقى حاصل ضربهم، يبقى زير برودكت ال LCM بتاعهم حاصل ضربهم 7 تايمز 9 63. لكن لو جبت الفاكتورز بتاع ال7 هتلاقيها عباره عن 7 تايمز 1، وجبت فاكتورز ال 9 هتلاقيها 1 تايمز 9 و 3 تايمز 3. الكومن فاكتور او العامل المشترك بينهم 1، الجي سي اف بالبلدي بتاعهم 1، فمفيش عامل مشترك بينهم. يبقى طالما مفيش كومن فاكتور او عامل مشترك بينهم يبقى اوتوماتيك ال LCM بتاعهم عاملهم تايمز البرودكت بتاعهم. زي مثلا 8 وال 15 نفس القصه، مفيش كومن مشترك، كومن فاكتور مشترك بينهم، مفيش كومن فاكتور مشترك بينهم، مفيش عامل مشترك بينهم غير ال1، فساعتها ال LCM بتاعهم زي البرودكت يبقى حاصل ضربهم. خلاف الاربع حالات الخاصه بجيب ال LCM بالتري بالشجره او بطريقه المالتيبلز المضاعفات اللي قلتها لك في الاول بدون بصمجه يعني. فهنا الراجل في السؤال ده بيقول لي كده، بيقول لي عاوزك تخلي كده فور اكزامبل، بيقول لي 3 اوفر 8 و 5 اوفر 12، عايز يخليهم لايف with like denominator بمقام متشابه. ادي 3 اوفر 8 و 5 اوفر 12. فانا هنا الدينومينيتور عندي هنا 8 وهنا 12، عشان اخلي اللايك دينومينيتور ده لازم اجيب ال LCM بتاعهم. فاعمل 3، ادي ال 8 اهي وادي ال 12 اهي. ال 8 هتقول لي دي عباره عن 2 تايمز 4 وال 4 2 تايمز 2، ال 12 3 تايمز 4 وال 4 2 تايمز 2. هتحط هنا ال 8 وتحط البرايم فاكتورز بتاعتها اللي هي 2 تايمز 2 تايمز 2، تاخد البرايم بس. وال 12 هنا عندك اهي 3 باي 2 باي 2، وتشد وتاخد وتجيب ال LCM. الكومن فاكتورز العامل المشتركة هتنزلها، يبقى ال2 تنزل اهي وال2 دي كمان تنزل اهي. طب والباقي نزله هو كمان، يعني ننزل ال2 3 دول كمان، يبقى تايمز 2 تايمز 3. يلا هنجيبه ال LCM 2 تايمز 2 ادي كده 4. خد كده ايه بير باي بير، زوج بزوج مع بعض كده. 2 تايمز 3 يبقى كده 4، و2 تايمز 2 تايمز 2 كده 4، و2 تايمز 3 كده 6، يبقى 4 تايمز 6 24. يبقى انا كده عرفت ان ال LCM بتاعهم 24. طب ده هيفيدني في هخلي الدينومينيتور ده 24 وهخلي الدينومينيتور ده يبقى 24. يبقى اخلي الدينومينيتور ده وده كل واحد منهم 24. لقيت عشان تبقى 24 اعملها تايمز كام؟ هتقول لي اعملها تايمز 3، يبقى اعمل تايمز 3 تحت وتايمز 3 فوق. 3 تايمز 3 ب 9. طب ال 12 عشان تبقى 24 اعملها تايمز كام؟ اعملها تايمز 2، يبقى عملت تايمز 2 تحت اعمل زيها فوق، و5 تايمز 2 يبقى كده 10. يبقى انا كده خليت التو فراكشنز دول بنفس الدينومينيتور 9 اوفر 24 و10 اوفر 24. كده انا خليتهم with like denominator، خليتهم بمقام واحد عن طريق ان انا اجيب ال LCM بتاعهم. هنا بيقول لي change each pair of unlike denominator fractions into like denominator fraction using LCM or the unlike denominator of the unlike denominator. يلا بينا، يعني هو عايز يخلي ال unlike denominator دي عايز يخليهم like شبه بعض. ادي 8 وادي 10. هنجيب ال LCM بتاعهم بأي طريقة، يا طريقة اكتب المالتيبلز المضاعفات. ممكن انت تعمل ايه؟ تكتب هنا المالتيبلز اوف 8، تحط هنا 8 وتكتب المالتيبلز مضاعفاتها كده 0 8 16 تزود 8 يبقى 24، كمان 8 يبقى 32 بلس 8 يبقى 40. ولا تكتب المالتيبلز اوف 10 يبقى 0 10 20 30 40. بص هتلاقي ال LCM المشترك ما بين المالتيبلز بتاعت ال 8 وال 10 اللي هم 40. يبقى حط هنا الدينومينيتور 40 وهنا 40. ال 8 عشان تبقى 40 اعملها تايمز كام؟ ده انت هنا في ميزه كمان حلوه لما اشتغل بالطريقه دي، ان انا عايز اعرف الايه ال 8 تايمز كام ب 40. لو انت مش حافظ التيبل ممكن كمان تحل دي.
بص لل 40 دي الفاكتور رقم كام، طبعا بعد الزيرو، مالكش دعوه بالزيرو، اعدمه دلوقتي. شوف كده ال 40 رقم كام، هتعد 1 2 3 4 5 رقم 5، يبقى انا عرفت ان دي 8 تايمز 5 هنا، يبقى اعمل هنا فوق تايمز 5، 3 تايمز 5 تبقى 15. طب ال 10 عشان تبقى 40 دي سهل، اعملها تايمز 4 او اشوفها رقم كام، 1 2 3 4 يبقى هنا رقم 4، يبقى اعملها هنا تايمز 4 وهنا تايمز 4، 5 تايمز 4 يبقى هنا 20، يبقى بقت 15 اوفر 40 و20 اوفر 40. مش عايز تحل بالطريقه دي وعايز تحل بطريقه التري، نحل بطريقه التري. يبقى دي كده اول طريقه. الطريقه الثانيه اللي هي التري اللي بجيب بيها البرايم فاكتورز، هتحط ال 8 وتحط ال 10. ال 8 هعملها 2 تايمز 4 وال 4 هعملها 2 تايمز 2. 10 هعملها 2 تايمز 5 واحط ال 8 يبقى عباره عن 2 تايمز 2 تايمز 2، وال 10 هنا عباره عن 2 تايمز 5، وتاخد الكمان فاكتورز، ال 2 هنا كمان، يبقى تكتب ال LCM ايكوال ال 2 كمان المشترك ينزل. هل في حاجه كمان مشتركه تاني؟ لا مفيش، يبقى انزل الباقي ده كله ينزل، اللي هما 2 تايمز 2 تايمز 5. 2 تايمز 2 كده 4 و2 تايمز 5 كده 10، كده بقت 4 تايمز 10 اللي هي 40. فكده عرفت ان ال LCM 40، يعني هخلي الدينومينيتور ده وده في 40. يبقى خلي الدينومينيتور ده كده 40 وده 40. ال 8 عشان تبقى 40 تايمز 5 يبقى فوق تايمز 5 يبقى هنا 15، وال 10 عشان تبقى 40 تايمز 4 يبقى هنا تايمز 4، 5 تايمز 4 هنا 20، يبقى كده 15 اوفر 40 و20 اوفر 40. هذه طريقة تانية، أي طريقة منهم تعجبك اشتغل بيها. اللي بعده بيقول لي هنا 7 اوفر 10 و 11 اوفر 15. هتشتغل بطريقة يا التري يا الايه الكومن مالتيبلز المضاعفات المشتركة، أي حاجة. اشتغل بالتري يبقى 10 و 15. ال 10 هقول له 2 تايمز 5 وال 15 مفيش غير 3 تايمز 5، فاحط كده ال 10 يبقى 2 تايمز 5 وال 15 3 تايمز 5. هتاخد المشترك الكومن ما بينهم اللي هي 5 وتنزل الباقي اللي هما 2 3، يبقى ال LCM بتاعي هيبقى 2 تايمز 3 تايمز 5، 2 تايمز 3 ب 6 تايمز 5 يبقى 30. يبقى عرفت ال LCM بتاعهم 30، يبقى اخلي الدينومينيتور ده 30 والدينومينيتور ده 30، الاتنين هخليهم 30 تلاتينات. يبقى هنا هخلي هنا ده 30 وده 30. ال 10 عشان تبقى 30 اعمل تايمز 3 تايمز 3، طب ال 15 عشان تبقى 30 باي 2 باي 2 اعملها تايمز 2. طب 7 تايمز 3 كده 21، طب 11 كده تايمز 2 يبقى كام؟ 22. يبقى انا كده خليتهم ايه 2 fractions with like denominator، خليتهم بنفس الدينومينيتور. طيب اللي بعدها يلا بينا، دينومينيتور هنا 6 وهنا 3. هنا لو شغلت دماغك شويه مش محتاج لا تعمل تري ولا تعمل اي حاجه، ليه؟ لان دي سبيشال كيس، حاله خاصه. ال 3 ايه علاقتها بال 6؟ ال 6 مالتيبل مضاعف لل 3، ال 6 قد ال 3 مرتين، يبقى ساعتها هعمل ايه؟ هحول الصغير ده يبقى زي الكبير، يعني ال 3 هحولها ل 6. هتعمل عشان تحول ال 3 6 تعمل هنا تايمز 2 تايمز 2. يبقى الحاله بتاعت مالتيبلز دي لو جات لك بتعمل ايه؟ احتفظ بده زي ما هو كده 5 اوفر 6، احتفظ بالدينومينيتور الكبير زي ما هو ما اجيش جنبه، والدينومينيتور الصغير ده هحوله يبقى زي الكبير. هعمله ازاي؟ تايمز 2 تايمز 2، يبقى 2 تايمز 2 يبقى كده 4 و 3 تايمز 2 كده 6، يبقى 5 اوفر 6 و 4 اوفر 6 كده بقوا اذا لايك دينومينيتور. يبقى جات لي هنا حاله خاصه، الدينومينيتور هنا 6 وهنا 3، ال 6 مالتيبل لل 3، يبقى بعمل ايه؟ هحتفظ بالدينومينيتور الكبير زي ما هو، اخد الدينومينيتور الصغير اعمله تايمز، احوله ل 6. 3 تايمز 2 ب 6 يبقى اعمل تايمز 2 هنا وهنا، 2 تايمز 2 4 و 3 تايمز 2 ب 6 يبقى 4 اوفر 6. يبقى كده خليتهم لايك دينومينيتور. عايز انت بقى تعمل تري او اي طريقه، او تعمل طريقه المالتيبلز، تحط هنا ال 3 هنا وهنا ال 6، تحط المالتيبلز مضاعفات ال 3 هنا 0 3 6 9 12 وتعمل مالتيبلز ال 6، ادي 0 6 12 زي ما انت شايف ال LCM بتاعهم هيبقى 6، اول كمان مالتيبل بعد الزيرو اشتركوا فيه. يبقى عرفت ان هنا هخلي هنا 6 وهنا 6، ال 6 هتفضل زي ما هي، هتنزلها 5 اوفر 6 زي ما هي، ودي تعملها تايمز 2 تايمز 2 تبقى 4 2 تايمز 2 4 و 3 تايمز 2 ب 6، يبقى نفس الايه الحدوته. لكن لو اشتغلت بالحالة الخاصة هتريح دماغك، طالما one of the two numbers is a multiple of the other، واحد منهم مضاعف للآخر، يبقى ال LCM بتاعي الكبير اللي هو 6 يبقى أخلي كله 6. اللي بعده بيقول لي هنا change into like denominator، عايز يخلي الدينومينيتور like using LCM or of the unlike denominator. زي ما انت شايف دي جات لك هنا حالة خاصة 8 و 24. ال 8 في علاقة تربطها من ال 24، ال 24 مالتيبل لل 8 مضاعف ليها، يبقى ساعتها ال LCM 24، يبقى انا هخلي ده 24 وده 24. طب ده زي ما هو الدينومينيتور بتاعه 24 هينزل زي ما مش هاجي جنبه، لكن ال 8 عشان تتحول 24 هعملها تايمز 3 هنا وتايمز 3 فوق، يبقى 7 تايمز 3 يبقى هنا دي 21. كده خلاص خلصت بسرعه عشان حاله خاصه سبيشال كيس، فنجزت معانا، ما احتاجتش ان انا اعمل بقى تري او اعمل الجدول بتاع ال LCM، اتحلت على طول عشان سبيشال كيس. هنا نفس القصه، الدينومينيتور هنا 11 وهنا 22. ايه علاقه ال 22 بال 11؟ ال 22 مالتيبل مضاعف لل 11، يبقى انا انزل يبقى ال LCM بتاعي 22.
يبقى هنزل الدينومينيتور الاتنين هيبقوا 22 زيه. ده زي ما هو هيفضل 5 اوفر 22 لان الدينومينيتور بتاعه كده اوريدي 22. ده بقى هغيره ال 11 عشان تبقى 22 اعمل تايمز 2 وهنا فوق زيها تايمز 2. 9 تايمز 2 يبقى 18. يبقى كده خلاص ايه حولتهم بسهوله. يبقى طالما لقيت حاله الايه ال one of them is a multiple of the other، واحد منهم مضاعف للتاني، نزل الدينومينيتور الكبير زي ما هو. الفراكشن اللي فيه الدينومينيتور 22 هنزله زي ما هو مش هيجي. الفراكشن اللي فيه النمبر التاني اللي هو 11 هحوله لل 22 هعمله تايمز 2 تايمز 2 فكده تحول بقى 18 اوفر 22. اللي بعده هنا عندي 8 اوفر 15 وهنا 8 اوفر 15 اللي هي 8 على 15 و5 اوفر 6 يبقى 8 اوفر 15 و5 اوفر 6. هعمل ايه في هذه الحاله؟ هتجيب بقى ال LCM بتاع ال 15 وال 6 مع بعض. ادي 15 وادي 6 باي طريقه، يا بالتيبل بالجدول يا بالتري بالشجره. ال 15 ما فيش غير 3 تايمز 5 وال 6 3 تايمز 2. هتحط هنا ال 15 تحط البرايم فاكتورز او العوامل الاوليه بتاعتها 3 تايمز 5 وال 6 هتقول له 3 تايمز 2 وتجيب ال LCM 3 يبقى تنزل ال 3 المشتركه وتنزل الباقي ال 5 وال 2 يبقى تايمز 5 تايمز 2. 3 تايمز 2 ب 6 6 تايمز 5 يبقى 30. يبقى خلي الدينومينيتور ده 30 والدينومينيتور ده 30. ال 15 عشان تبقى 30 هعملها تايمز 2 وفوق زيها تايمز 2 يبقى 60. ال 6 عشان تبقى 30 اعملها تايمز 5 يبقى فوق اعمل تايمز 5 زيها 5 تايمز 5 25 كده خليتهم لايك دينومينيتور يبقى 16 اوفر 30 و25 اوفر 30. هنا بيقول لي change each pair of unlike denominator fractions into like denominator fractions using LCM. هنا عايز كل شغلك بقى بال LCM بطريقة التري الشجرة. فاحنا ممكن نشتغل بالتري. هنا عندي الدينومينيتور 12 وهنا 18 فهنعمل فاكتورايزيشن تحليل لل 12 اقول له دي 3 تايمز 4 واعمل فاكتورايز ال 4 تبقى 2 تايمز 2 يبقى ال 12 اقول له عبارة عن 2 تايمز 2 تايمز 3. ال 18 نفس الحدوته هقول له 2 تايمز 9 وال 9 عندك 3 باي 3. حاول تحط اللايك تيرم او اللايك كومن فاكتورز العوامل المشتركه المتشابهه تحت بعض. يعني هنا 2 3 3 حط ال 2 تحت ال 2 ال 3 تحت ال 3 هنا ال 3 دي لوحدها اركنها بره هنا وعشان تسهل عليك تاخد الكومن فاكتور. ال 2 هنا كومن مشتركه تنزل وال 3 كومن هنا مشتركه تنزل والباقي هنا ال 2 ال 3 دول ترميهم ايه تنزلهم برضو عادي بعد لما تخلص يبقى تايمز 2 تايمز 3. 2 تايمز 3 ادي 6 و2 تايمز 3 ادي 6 و6 تايمز 6 ب 30 6 يبقى انا هخلي الدينومينيتور 36 وهنا هخلي الدينومينيتور 36. ال 12 عشان تكون 36 هعملها تايمز كام؟ ابدا ابص يعني عايز اعرف ال 12 عشان اعملها تايمز 36 اعملها تايمز 3 اضربها في 3 يبقى اعمل تايمز 3 فوق وتحت 5 تايمز 3 يبقى هنا كده يبقى ال 12 عشان تبقى 36 اعملها تايمز 3 يبقى 5 تايمز 3 يبقى هنا 15. ال 18 عشان تبقى 36 اعملها تايمز 2 يبقى فوق اعمل تايمز 2 زيها 7 تايمز 2 تبقى 14 يبقى هنا 15 اوفر 36 و14 اوفر 36 كده خليتهم لايك دينومينيتور بمقام متشابه. طب لو هو مش فارض عليا الطريقه دي ممكن تشتغل بطريقه الايه المالتيبلز المضاعفات. هنا تكتب مالتيبلز اوف 12 وهنا مالتيبلز اوف 18. ال 12 هتقول له 0 12 وتزود 12 كل شويه زود 12 يبقى 24 زود 12 يبقى 36 وال 18 نفس الكلام 0 18 زود 18 يبقى 36. هتلاقي اول مالتيبل اشتركوا فيه بعد الزيرو هي 36 يبقى ده ال LCM بتاعهم واحطه هنا اهو هنا اهو اشتغل. ودي بقى ميزتها انك بتعرفك تايمز كام لو مش عارف تستبعد الزيرو مالكش دعوه بيه وما تتعاملش بيه. عايز اعرف ال 12 عشان تبقى 36 تايمز كام اقول له هي ال 36 رقم كام 1 2 3 رقم 3 يبقى هنا باي 3 فوق وباي 3 تحت. طب ال 18 عشان تبقى 36 اعملها تايمز كام اهي ال 36 رقم كام 1 2 رقم 2 يبقى انا هعمل تايمز 2 فوق وتايمز 2 تحت تايمز 2 تحت هنا وفوق 7 تايمز 2 يبقى 14 وهنا 5 تايمز 3 15 كده ظبطتها برضو بطريقه التيبل الجدول. يبقى كده دي 15 اوفر 36 ودي 14 اوفر 36. هنا جايب لي الدينومينيتور 6 والدينومينيتور 8 عايزهم يبقوا لايك شبه بعض. هنا ممكن هتشتغل فارض عليك تشتغل بطريقه التري يبقى تشتغل زي ما هو عاوز زي ما هو فرض عليك يبقى 2 تايمز 3 وال 8 هعملها 2 تايمز 4 وال 4 هعمل لها فاكتورايزيشن 2 تايمز 2 يبقى ال 6 دي 2 تايمز 3 ال 8 هتبقى 2 تايمز 2 تايمز 2. حاول تخلي الحاجات اللي مش لايك الانلايك بعيدة عن بعض يبقى 2 تايمز 2 تايمز 2. خد الكومن فاكتورز العامل المشتركة 2 والباقي اللي مش مشترك تنزله زي ما هو 3 وال 2 هينزلوا زي ما هو يبقى تايمز 3 تايمز 2 تايمز 2
اعمل 2 تايمز 3 كده 6 واعمل 2 تايمز 2 لوحدهم ادي 4 كده بقت 6 تايمز 4 24 يبقى ال LCM 24 يبقى هخلي الدينومينيتور ده 24 والدينومينيتور ده 24. طب ال 6 عشان تبقى 24 اعملها تايمز ايه؟ اعملها تايمز 4 تايمز 4. طب وال 8 عشان تبقى 24 اعملها تايمز 3 يبقى هنا تايمز 3 فوق وتحت. 7 تايمز 4 يبقى 28 و 3 تايمز 3 يبقى 9 يبقى كده 28 اوفر 24 و 9 اوفر 24 كده خلصت الايه المسألة بتاعتك. هنا 2 اوفر 3 و 4 اوفر 7. طبعا انا عايزك تعمل 3 وتشتغل، بس انا هقول لك حاجه دي سبيشال كيس، حاله خاصه من اللي احنا خدناهم. ال 3 وال 7 دول برايم نمبرز، اعداد اوليه. 3 برايم وال 7 برايم، فلو عايز تجيب ال LCM بتاعهم اعملهم تايمز، يبقى 3 تايمز 7 يبقى 21 عشان ما توجعش دماغك. عايز تشتغل بالتري او باي طريقه تانية او بالتيبل الجدول طريقه الجدول انت حر، بس كده كده اختصارا للوقت لو عايز تنجزها 3 وال 7 برايم نمبر يبقى ال LCM بتاعهم اعملهم تايمز 21. 3 عشان تبقى 21 اعمل تايمز 7 تايمز 7 يبقى 2 تايمز 7 14. 7 عشان تبقى 21 اعمل تايمز 3 يبقى هنا تايمز 3 وهنا تايمز 3 4 تايمز 3 ب 12. 9 و 12 يلا هيعمل اشتغل 3 هقول له 9 3 تايمز 3 وال 12 3 تايمز 4 وال 4 افكها 2 تايمز 2. ال 9 هنا اقول له 3 باي 3. 12 اقول له 3 باي ابعد بقى الايه الانلايك فاكتورز العوامل الايه الغير مشتركه الغير متشابهه بعيد. تايمز 2 تايمز 2 شبه بعض احطه تحت بعض. نزل ال 3 والباقي مفيش كمان مفيش مشترك فوق وتحت يبقى تنزل الباقي زي ما هو يبقى تايمز 3 تايمز 2 تايمز 2. يبقى انا باخد الكمان فاكتور انزله مره واحده بس، والباقي اللي اتبقى اللي مفيش كمان مشترك فيه ينزل كله. 3 تايمز 2 3 تايمز 3 يبقى كده 9 و2 تايمز 2 يبقى كده 4 وكده 9 تايمز 4 يبقى 36 يبقى ال LCM بتاعهم 36 يبقى هنا 36 وهنا 36. ال 9 عشان تبقى 36 اعمل باي 4 باي 4. ال 12 عشان تبقى 36 اعمل باي 3 باي 3. 7 تايمز 4 ادي 28 و 11 تايمز 3 ادي 33 كده 28 اوفر 36 و 33 اوفر 36. خلصت السؤال. نبدأ نخش في السؤال اللي بعده. بيقول لي complete the following. بيقول لي LCM of denominators 4 over 5 و 2 over 25. هنا جايبها لك complete عشان هي ايه شغالة بطريقة سريعة، انك هتاخد وقت وتضيع وقت وتجيب ال LCM. لو شغلت دماغك شوية هتلاقي الدينومينيتور هنا 5 وهنا 25. دي حالة المالتيبل، ال 25 مالتيبل لل 5. طالما ال 25 مالتيبل لل 5 يبقى ال LCM بتاعهم الكبير اللي هي 25 من غير ما تشتغل. يبقى دي عايزه كده طالب لمح 5 و 25 وال 25 مالتيبل لل 5 او مضاعف لل 5 قدها 5 مرات يبقى ال LCM بتاعي 25 على طول. نفس القصه هنا الدينومينيتور هنا 3 وهنا 12. ال 12 مالتيبل لل 3 مضاعف لل 3 قدها 4 مرات 3 تايمز 4 ب 12 يبقى ال LCM ساعتها الكبير اللي هي 12. بيقول لي سمولست لايك دينومينيتور نفس الكلام، جايب لك هنا 3 و 4 دول ايه حاله خاصه ليه ورا بعض كونسيكيوتيف ورا بعضيهم ال 3 وراها 4. ال LCM بتاع الكونسيكيوتيف اللي ورا بعض اعملهم تايمز يبقى 3 تايمز 4 تبقى 12. يبقى الدينومينيتور ده هخليه 12 وده هخليه 12. هو عايز سمولست لايك دينومينيتور يعني الدينومينيتور اللي ايه المشترك اصغر دينومينيتور مشترك بينهم الاثنين هخليها 12. يقول لي LCM اوف دينومينيتور 5 و 3 دول حاله خاصه برضه. ال 5 و 3 دول برايم يبقى ال LCM بتاعهم اعملهم تايمز يبقى 3 تايمز 5 يبقى 15 على طول. يبقى ال LCM بتاعهم هيبقى 15. مش محتاج بقى اعمل تري ولا غيره لان دي سبيشال كيس حاله خاصه 2 برايم نمبرز عددين اوليين. بيقول لي آية and ضحى are planting flowers بيزرعوا ورود in their gardens في الجنينة بتاعتهم. بيقول لي آية has enough flowers to take up 2 over 3 of her garden. هتاخد تلتين الجنينة بتاعتها تزرعها ورود. بيقول لي ضحى will plant flowers in 3 over 5 of her garden. هتزرع ورد في 3 على 5 من جنينتها. بيقول لي they decide to write their fractions with like denominator. عايزين الفراكشن بتاعتهم like denominator. فهناخد ال 2 over 3 وال 3 اوفر 5 هعملهم لايك دينومينيتور. طب ما في حاجه ال 3 وال 5 قلت لك دي حاله خاصه دول برايم نمبر ال LCM بتاعهم اعملهم تايمز يعني اعمل 3 تايمز 5 يبقى الدينومينيتور 15 يبقى الدينومينيتور ده هخليه 15 وده 15. حاله خاصه دي الاثنين برايم نمبر من غير ما اعمل تري واوجع دماغي وهتوصل برضه ل 15 في الاخر. لا ال LCM بتاعهم طالما برايم نمبرز يتعمل تايمز. ال 3 عشان تبقى 15 اعملها تايمز 5 تايمز 5 وال5 عشان تكون 15 تايمز 3 تايمز 3. ودايما في حاله البرايم او الكونسيكيوتيف تلاقي بص ال 3 بقت 15 تايمز ده تايمز التاني ده اللي هو 5 وال5 عشان تبقى 15 تايمز الاولاني اللي هو 3 يبقى تايمز 3 تايمز 3
و2 تايمز 5 كده 10 و3 تايمز 3 كده 9. بس ده في الحاله بتاعه ال LCM لما يتجاب برودكت زي ايه، لو عندك 2 برايم نمبرز او 2 كونسيكيوتيف، لو عددين برايم او ورا بعض. او تشتغل على طول السري عشان تبقى 15، انت حافظ التيبل تايمز 5 تايمز 5 وال5 عشان تبقى 15 باي 3 باي 3 واشتغل كده. 2 تايمز 5 يبقى 10 و 3 تايمز 3 ب 9، يبقى كده خليت لايك دينومينيتور، خليت التو فراكشنز ويز لايك دينومينيتور. طيب هو الراجل عايز فيجوال موديل، عايز نموذج. فانت 10 اوفر 15 هتروح عامل موديل كده ريكتانجل او اي شكل وتعمل منه، تلون منه 10 اوت اوف 15، 10 من 15. غالبا الموديل بنسبه 99% مش بتيجي في الفاينل اكزام. يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. وهتشيل هتظلل 10 اوت اوف 15، 10 من 15. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بس خلاص كده انت عملت الموديل بتاع مين؟ بتاع آية. والتاني تعمله زيها، ما فيش قصة. هتعمل موديل زي ده وتشيد هتلون منه 9 وتكتب ده آيز موديل، وده التاني اسمه هيبقى ضحاز موديل، نموذج ضحى وخلاص. بس كده. التشوز بقى هنا بيقول لي choose the correct answer، بيقول لي the LCM of denominator 7 over 12. هنا جايب لي 7 over 12 و 5 over 18. 12 و 18 12 و 18. عايز ال LCM بتاعهم. فطالما سؤال تشوز ممكن اشتغل بطريقة التيبل دي سريعة حلوة. ادي ال 12 وادي ال 18. يلا هجيب بقى المالتيبلز، مضاعفات ال 12. 0 12 زود 12 تبقى 24، زود 12 يبقى 36، زود 12 يبقى 48 وهكذا. ال 18 اقول له 0 زود 18، زود كمان 18 يبقى 36. زي ما انت شايف اول حاجة اشتركوا فيها 36 يبقى ال LCM بتاعهم 36. طريقة التيبل هنا هتنفع معايا بسرعة. بيقول لي smallest like denominator 1 over 6 و 4 over 5. زي ما انت شايف دي حالة خاصة، ال 6 وال 5 في الدينومينيتور دول ورا بعضيهم يبقى ال LCM بتاعهم اعملهم تايمز their product. 6 تايمز 5 يبقى 30. حالة خاصة جات لك سهلة هدية. 6 و 5 دول consecutive عددين ورا بعضيهم، مش محتاج بقى اعمل تري ولا التيبل ولا الجدول عشان اوجع دماغي واجيب الايه ال LCM ورا بعض. تعمل تايمز على طول. 5 تايمز 6 يبقى ال LCM بتاعهم 30. smallest كمان هنا حالة برضو خاصة، ال 3 الدينومينيتور هنا 3 وهنا 9. 2 over 3 و 4 over 9. 3 و 9 دي حالة المالتيبلز. طالما الكبير مالتيبل الصغير، ال 9 مضاعف لل 3 قدها كم مرة؟ قدها 3 مرات، يبقى ال LCM بتاعنا الكبيرة اللي هي ال 9. لو ما عرفتش اعمل تري او اعمل جدول مفيش مشكلة. لو ما عرفتش اعمل تري او اعمل تيبل، يا جدول يا شجرة. لكن انا قلت لك ده اختصارا للوقت. لقيت ال 9 مالتيبل واحد منهم الكبير مالتيبل الصغير، ال 9 التسعة مضاعف للتلاتة، يبقى ال LCM الكبير على طول اللي هي 9. بيقول which of the following not equivalent ما بيساويش ال 15 over 20. ممكن تسمبليفاي ال 15 على 20 تبسطها، تعمل هنا ديفايد 5 وهنا ديفايد 5، تطلع 3 اوفر 4 3 ارباع. يبقى 3 اوفر 4 دي تمام، و30 اوفر 40 دي تمام لانك عملت دي تايمز 10 تايمز 10. يبقى دول كده بيساوي دول، هستبعدهم بره الجيم. يبقى كده انا شاكك في دول. 9 اوفر 12 دي بتيكوال 3 اوفر 4. اجرب 3 بقت 9 ده عملنا تايمز 3، وال4 بقت 12 عملنا تايمز 3. دي كمان بتيكوفالنت تساوي. يبقى الوحيده اللي ما بتساويهمش هي 25 اوفر 100. هي دي الاجابه اللي انت عاوزها، لان هو بيقول لي نوت ايكويفالنت، غير مكافاه. كده احنا خلصنا الدرس. كان معاك مستر امير موسى مدرس الماثماتكس بالاسكندريه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.